بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم يا حبايبي، يا أحلى وأجمل متابعين بره مصر وجوه مصر. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وشهر كريم عليكم يا رب. يا رب كده يطلعنا من رمضان لا فاقدين ولا مفقودين وبلغنا رمضان يا رب. وديمكم نعمة في حياتي، والقناة تكبر بيكم، واشكركم جدا على تعليقاتكم الجميلة، ويديمكم نعمة في حياتي يا حبايب قلبي. النهاردة بقى ان شاء الله تعالوا هنشوف هنعمل ايه مع بعض. هنعمل وصفة دبابيس الفراخ. احنا معانا دبابيس فراخ اهي زي ما انتم شايفين. جبناها نضيفة زي الفل اهي، بس برضو هننقعها علشان نمنع منها اي ريحة زفارة. احنا معانا جبنة مية اهي، جبنة مية. هننزل بالمية بتاعتنا بايه؟ ازيك يا حبيب قلبي؟ معلقتين صغيرين سكر، عاملين ايه؟ يعني انت ما يعادل معلقة كبيرة. معلقتين صغيرين سكر معانا. هتجيب معانا معلقة ملح، معلقة ملح مسكر ونحط معانا خل. معلقتين خل. انت كده دخلت في ايه الخل يا شيخ؟ معانا عصرة ليمون، عصرة نص انت ليمون. بتدخلي في ايدين ليه؟ قلبي يا سلمى. استني. صباح المشاهدين يا سلمى. ازيك يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. يلا خلاص احنا دوبنا كل المكونات اللي عملناها مع بعض دي. هننزل بقى بالايه؟ بالدبابيس. السكر يا حبايب قلبي بيديها طراوه ويطر لحم الفراخ بتاعتنا، والملح برضو يعمل تستوي بسرعه معانا ويمنع الزفار، والخل والليمون عشان ما يبقاش في الفراخ بتاعتنا ريحه اي زفار. خلاص هنسيبها كده ايه؟ نص ساعه. نرجع لك يا حبيب قلبي. خلاص حبايب قلبي، احنا سيبنا الفراخ بتاعتنا منقوعه في محلول النقع، وجبنا بقى ايه التتبيل. هنتبل الفراخ بتاعتنا في ايه؟ احنا جبنا حبايه طماطم، وجبنا توم جديد اهو، مش نافع يتفصص يعني لسه كده. بصلتين صغيرين متوسطين. معانا قرن فلفل اخضر حلو، عايزه تحط حراق براحتك. هننزل بقى كده في الايه؟ في الخلاط بتاعنا، في الخلاط او في الكبه. هننزل بقى بالايه؟ بالتتبيله ديت في الخلاط. معلقتين زيت، شويه خل، معلقتين كده خل. هنضربهم بقى في الخلاط التتبيله الجميله ديت مع الايه؟ طبعا البهارات. طبعا البهارات معانا ايه في البهارات؟ معانا كزبره ناشفه، معانا فلفل اسود، سكر، ملح، بابريكا، كمون معلقه صغيره، جنزبيل. هننزل بقى في الايه؟ في الخلاط بتاعنا بكل التوابل دي. انا اهي هنروح بقى نضربها في الخلاط، نضربها في الخلاط ونرجع لكم. ضربنا التتبيله بتاعتنا هي في الخلاط. هننزل بها بقى كده ايه؟ ريحتها طالعه ما اقدرش اقول له، احلى تتبيله. سفاحه الطماطم ما اتضربتش مش مشكله. وبعد الفراخ بتاعتنا ما اتنقعت في محلول النقع اللي عملناه مع بعض، هنمسك بقى ايه؟ نعمل لها فتحات كده من تحت الجلد، ما تشقوش الجلد، من تحت الجلد كده نعمل لها فتحات. نمسكها واحده واحده نعمل لها فتحات زي ما انتم شايفين كده. بصوا من تحت الجلد كده.
زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، عشان تشرب من التتبيله بتاعتنا هنعملها كلها بالطريقه دي. فتحنا بقى الفراخ بتاعتنا تحت الجلد زي ما انتم عارفين كده، شوفوا عاملين لها فتحات اهي. هنمسك بقى ايه، نجيب بقى البوله بتاعتنا كده غسلناها، نبدا نحطها في البوله بتاعتنا. هنجيب بقى التتبيله بتاعتنا الجميله اللي احنا عملناها مع بعض دي اهي اهي. نسيب شويه، متحطهاش كلها، نسيب شويه كده، عايزاهم بعدين هتعرفوا انا عايزاهم ليه. هنمسك بقى ايه الفراخ بتاعتنا، نتبلها كويس قوي، ندعكها بالتتبيله دي وننقعها فيها على الاقل ساعتين. لو انت بقى عايزه تعمليها على بيات يكون احسن، بس بقى ايه عشان احنا مستعجلين هنعملها، هتقعد يعني حوالي ساعتين في التتبيله اللي انتوا شايفينها الجميله دي. ريحتها طالعه تحفه. امسكها كده ندعكها قوي قوي في التتبيله دي انا اهي. وبعد الفراخ حبايب قلبي ما خلاص ما عملنا عليها بالتتبيله ودعكناها بالتتبيله بتاعتنا ديت وخششناها في جميع الفتح اللي احنا فتحناها في الفراخ، هنغطي عليها بقى بستريتش كده او كيس نضيف عندك او غطا او اي حاجه، وتسيبيها بقى ايه ساعتين على الاقل، يعني ساعتين 3 من على بيات براحتك، يعني لو انت مش مستعجله يعني. خلاص حبايب قلبي، وبعد ما الفراخ بتاعتنا اتبلت زي ما انتم شايفين كده، قعدت حوالي ساعتين او ساعتين وشويه. يعني لو انت تعمليها على ديات وتعمليها تاني يوم، تعمليها من بالليل وتعمليها تاني يوم، يبقى احسن، يبقى احسن طبعا. فخلاص هي اتبلت زي ما انتم شايفين كده، بقى لها حوالي ساعتين او ساعتين ونص. هناخدها ايه، نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. ورحنا على البوتاجاز بتاعنا، حطينا صينيه هننزل فيها بايه، بشويه زيت كده، ما تكتريش، حبه زيت صغيرين. خلاص الفراخ بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين حبايب قلبي اهي. هننزل بفصين حبهان كده. الزيت بتاعنا سخن طبعا، الفراخ اتبلت زي الفل، بصوا تتبيله روعه. هنبدا ننزل بالفراخ تتبيله، شربت من التتبيله وريحتها روعه، ريحتها تحفه. كده الفراخ بتاعتنا تاخد اللون الحلو ده. نقلبها على الجنب ده والجنب ده كده لما تاخد اللون الحلو معانا، وبعدين نشوف هنعمل ايه. ازيك يا حبيب قلبي؟ بصي يا سلمى، بيتنا بنتصلي. انت بتصلي؟ بصلي في الجامع يا حبيب قلبي. ماشي يا حبيبتي، يلا سلمي على المشاهدين. ازيك يا حبيب قلبي، عاملين ايه؟ ازيكم يا مشاهدين؟ يلا بطمان ادي اللي بتعمليه، لازم تقلبيه كده على الناحية التانية يا حبيب قلبي. لازم تتقلبي تاخد اللون الجميل. والله شكلها تشهي، الواحد جاع هو صايم. ده على الجنب ده والجنب ده ما تاخد اللون معانا، وبعدين نكمل نعمل الفراخ بتاعتنا نشوف هنعمل فيها ايه. يلا يا حبيب قلبي، مع السلامة. حبايب قلبي هي خدت اللون ده اهون، اللون الذهبي الجميل ده اهون. هنبدأ نشيلها كده، نشيل الفراخ بتاعتنا كده. الله الله على الجمال. والله يا حبايبي الريحه طالعه، ما اقدرش اقول لكم، التتبيله طالعه ريحتها جميله. وين حبيب قلبي دلوقتي هنطلعها، هنرجع لكم تاني يا حبيب قلبي. انا كنت بقى مقشره البطاطس ومخرطاها زي ما انتم شايفين كده، لا هي سميكه قوي ولا رفيعه قوي.
هننزل بقى نديلها تشويح. هي تسويحة رمضان عليك وحريق قلبي. ننزلوا بالله يا جماعة. التتبيلة دي بصوا ديت بقت التتبيله اللي انا كنت شايلاها على جنب. التتبيلة دي يا جماعة دي بقت التتبيله اللي كنت شلتها وقلت هعوزها، وهقول لكم انا هعوزها ليه. ادي هي جبنه اهيت، بصوا كنت بحسبها اللي هي القديمة. دي بقى هتخلي طعم البطاطس جميلة وروعة. جميله وروعه، مش هتوديها في مكان تاني. هوديك حتة تانية. بصوا جميلة ومخلية البطاطس شكلها جميل جدا. في الحقيقة أحسن من التصوير جدا. استني هتتقلب. قلب. يا حبيب قلبي هنقلب معاكم البطاطس. بس الصراحة مش عارفة أقلب ماسكة المصحف. سلمى عايزه تتعلم الطبيخ، بتاخد مني خلاص. عايزه تطبخ ايه؟ انا بسيبها تطبخ عشان تتعلم. خلاص بقى فتحتين. بصوا يا حبايب قلبي، تشويحه البطاطس في شويه التتبيله اللي كنت شايلاهم على جنب دي بتفرق خالص في الطعم. هي ولا هي يعني رفيعة قوي ولا تخينة قوي؟ اهي يا حبيبتي. ماشي خطوة بخطوة، اللي عايز يتعلم مننا خطوة بخطوة كده وهبقى اعمل لكم. هننزل بقى ببهارات خفيفه لان التتبيله فيها بهارات. نص معلقه صغيره كده فلفل اسود، ما تكتريش عشان ما تسمرش البطاطس بتاعتك. رشه كزبره ناشفه. نعمل حسابنا برضو عشان التتبيله فيها ملح، معلقه كده ايه ممسوحه ملح، معلقه صغيره كده ممسوحه ملح. لازم البطاطس تتغلف برضو بالتتبيله، اللي حبه التتبيله دول كده. بصوا اهو. انا كنت ضاربه طماطم في الخلاط ومصفياها. ننزل على البطاطس بتاعتنا كده بالطماطم. معلقه صلصه طماطم. سيبها بقى تاخد غلوه وبعدين ايه شوف هنعمل ايه. وبعد ما البطاطس بتاعتنا حبايب قلبي خدت غلوه كده، بس مش معنى كده ان هي استوت طبعا لسه. والفراخ بتاعتنا خدت التشويحه بس لسه ما استوتش. نبدا بقى ننزل الدبابيس بتاعتنا كده. يعني ممكن البطاطس تاخد اكتر من الدبابيس في السوى. فاحنا هننزل كده الدبابيس بتاعتنا كده تكمل سويها في البطاطس، الاتنين يستووا مع بعض اهي. حاولي تخلي الدبوس كده شارب من الصوص بتاع البطاطس خالص كده عشان يستوي بقى على البطاطس اهو. نسيبها بقى نغطي عليها ونسيبها بقى يستووا كده مع بعض. لما يستووا يقربوا خالص في السوا كده هندخلهم الفرن. نعمل شويه رز بالشعريه كده جمال جنب صينيه البطاطس بتاعتنا بالفراخ.
ننزل بقى بالشعريه. خلاص حبايب قلبي، احنا الشعريه بتاعتنا اهي. هننزل بقى بالرز. طبعا غاسلين الرز مصفيينه. اهو نقلبها تقليبتين كده مع الشعريه عشان يبقى الرز بتاعنا بتاعي. ننزل بالملح، مكترش ملح اهو، بس كده ملح. ننزل بالميه. مش شرط يا جماعه ميه مغليه، هي كده كده الميه هتغلى بسرعه، الرز بتاعنا هيستوي. انا نسيت اصلا احط اغلى ميه في الكاتل جنبي. بس كده، غطى عليه بقى مع نفسه كده. حبايب قلبي، بتاع الفراخ بتاعتنا اهي، صينيه البطاطس بالفراخ خلاص هي كده استوت. هندخلها بقى تحت الشوايه تاخد لون. بصوا يا حبيب قلبي شكلها تشهي جميلة. كان الشكل النهائي حبايب قلبي الفراخ بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين شكل الفراخ اهي. وده رز، عملنا رز بشعريه، وعملنا كمان الحلو صحن قطايف، طبق قطايف اهو جميل. ويلا بقى حطوا لايك للفيديو واشتراك في القناه، في قناه ايام حلوه مع ماما وسلمى 2، واشوف وشكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.